يسأل عن فضيلة الشيخ، يقول: ما هي صفة غسل الجنابة، وهل تجب فيه المضمضة والاستنشاق؟ بلا شك. أولا يغسل كفيه 3 ثم يتمضمض ويستنشق، ثم يغسل وجهه ويتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على جسمه. هذه صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. أولا يغسل فرجه وينظفه بالاستنجاء، ثم يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يغتسل سائر جسمه. وإن أخر غسل الرجلين إلى أن يفرغ ويغسل رجليه في مكان آخر فلا بأس بذلك. نعم.